السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا حبيباتي الغاليات، شخباركم؟ لاباس عليكم خوتي وخواتاتي المتتبعين الأوفياء الميمات وصحاباتي العزاز؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ اموركم طيبه؟ سانك لاباس عليكم؟ هانين مهنين؟ ايوا الحمد لله والشكر لله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في احسن الاحوال وفي احسن الظروف وفي صحه جيده ان شاء الله. نهار جديد وروتين جديد دائما مع البساطه ومع ام هبه وايوب. غنشارك معكم اليوم طاجين ديال السوسيس، كيجي زوين بزاف هكايا بلا صوص، كيجي اكثر من رائع. المذاق ديالو كيجي لذيذ وسهل التحضير، ما كياخذش بزاف ديال الوقت. وهكا منين كتكونوا حرتوا ما عرفتوا ما توجدوا كنصحكم به. دغيا تيوجد شي حاجه خفيفه ظريفه مع شويه ديال البطاطا، كيف ما كتشوفوا سلطه مغربيه اللي غنيه عن التعريف. هنا خواتاتي كيف ما شفتوا غادي نصايب اليوم الطاجين بالسوسيس كيف ما كتشوفوا هانتوما. غادي ندير فيه مطيشه والبصله. ممكن تستغناو على البصله، انا كتعجبني كتجي زوينه في هاد الطاجين. وغادي ندير واحد الربعه ديال الحبات ديال الثومه. بالنسبه للعطريه غندير الكركم والبزار وشويه ديال الفلفل الاحمر والملحه، صافي هادو هما اللي غندير، وزيت الزيتون بطبيعه الحال. هنا خواتاتي البصله غادي نقطعها. بالنسبه للمطيشه غادي نطحنها ان شاء الله. غادي ناخذ الطاجين ديالي كيف ما كتشوفوا. بالنسبه اخواتي للطاجين، كاين اللي كيحط طاجين حتى كيسخن مزيان عاد باش هكا كينصب فيه اولا تيحط فيه داكشي اللي غيطيب. بالنسبه لي انا دائما تنحط فيه هكا بارد، عاد كنشعل عليه العافيه، ودائما كنخليه على عافيه مهيله باش كيجي زوين وكيطيب مزيان وكيجي فيه ديك البنه ديال الطين. وبالنسبه خواتاتي هنا البصله، راه ممكن انكم تطحنوها مع مطيشه، ممكن انكم تقطعوها غير بحال هكايا. في كلتا الحالتين راها كتذوب، ما كتبقاش هكا باينه، غير هي كتعطي مذاق زوين بزاف هكايا في هاد لاصوص ديال السوسيس. بعض المرات كنديرها حتى مع الكفته، كتجي اكثر من رائعه. صافي خواتاتي كيف ما كتشوفوا غادي نقطع هذيك البصله قطع صغيره. وكيف كنقول لكم دائما اخواتي كنشارك معكم اليوميات ديالي كيف ما هي بلا زواق. وهنا خواتاتي غادي نحط هاد البصله ان شاء الله غنحطها في الطاجين، وغادي نقطع هادوك الثومات حتى هما غادي نحكهم. صافي هنايا باقي ما درت لا زيت لا والو، غير هاد الحبه وحده راها كافيه. غادي نحك هاد الحبات ديال الثومه. كنبغي نشكركم خوتي خواتاتي والمتتبعين الاوفياء على الدعم ديالكم المستمر للقناه، وعلى الكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي، وعلى التعاليق الزوينه المحفزه ديالكم. كنقول لكم شكرا لكم من القلب، وكلمه شكر راها قليله في حقكم. الله يحفظكم يا ربي، والله يعطيكم داكشي اللي تمنيتوه في خاطركم، ويحفظ لكم صحيحتكم. شكرا لكم بزاف بزاف لهلي خطيكم عليا. هنا خواتاتي غادي ندير زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا. من بعد ما حكيت هذوك الحبات ديال الثومه صافي، وغادي ان شاء الله نحطو فوق البوطه على عافيه مهيله حتى كتشحر ليا ديك البصيله مزيان، ولكن ردوا معها البال باش ما تحرقش لكم، حيت الا تحرقات البصله صافي ضاع لكم الطاجين. اللهم نبقاو هكايا بعافيه مهيله، ومره مره كنحركو حتى كطيب لينا ديك البصيله ديالنا. وبالنسبه للمطيشه انا غادي نطحنها ان شاء الله. وهانتوما معايا خواتاتي. بالنسبه اخواتي القشور ديال المطيشه انا ما كنجمعهمش، كنخليهم حتى كنوجد بهم مركز طماطم. وهنا ضفت شويه ديال الماء على المطيشه، غادي نطحنها هكايا بالبغا ميكسور، كتجيني اسهل من انني غادي نحكها. نتوما اللي بغيتو تحكوها في الحكاكه ديالكم ماشي مشكل، انا غير كنشارك معكم وانتوما لكم الاختيار. صافي هكا كتجيني عمليه. وهكا هاد المطيشه هكا مطحونه كنديرها حتى مع السردين كواري، حتى هي كتجيني زوينه.
ودغيا تتوجد. الا كنتو هكايا زربانين راه دغيا تتوجد. خديت شويه ديال القزبور ومعنوس حتى هو غادي نقطعوه هكايا، نقطعوه رقيق. ودائما كتبقى الكميه على حساب عدد الافراد ديال الاسره ديالكم. بالنسبه ليا كيف ما كتعرفوا خواتاتي، انا راه كاينه غير انا ووليداتي. غالبا الزوج ديالي ما كيتغداش معنا لانه كيكون خارج خدام، ما كيجي حتى الليل، فكندير الكميه اللي كتكفاني انا وهبه وايوب. بالنسبه هنا للطاجين، ها نتومايا البصيله ها هيايا تشحرات. كيف ما قلت لكم كتبقاو تستمروا هكا كتحركوا فيها باش ما تحرقش لكم، لان الا تحرقات صافي ما غاديش تبقى فيها لا بنه لا والو. هنا راني شاده بالتليفون بيد وكنحرك بيد، سمحوا لي لما جاش الصوره واضحه مزيان. صافي خواتاتي هنايا كيف ما كتشوفوا ها هي راه تقلات. غادي نضيف عليها ان شاء الله المطيشه. صافي من بعد ما طحنتها كتكون على هذا الشكل. صافي وغادي نضيف التوابل اللي سبق لي ذكرت معاكم، اللي هي الملحه بعدا درتها في الاول مع البصيله. غادي نضيف الفلفل الاحمر وشويه ديال الكركم وشويه ديال الابزار. صافي ونخلي دائما على عافيه مهيله. بالنسبه للكمون انا دائما تنخليه هو الاخر حتى كيطيب هاد الطويجين، عاد باش كندير ليه الكمون من الفوق كيجي اكثر من رائع. بغيتو ديروا الكمون مع العطريه ديروه. صافي خواتاتي هانتومايا هذا راه البزار، غديروا على حساب الكميه اللي بغيتو نتوما. انا دائما تنقلل الكميه باش ما تجينيش الماكله حاره، لان هبه ما كتبغيش شي حاجه تكون حاره، اما انا وايوب كنحماقوا على شي حاجه سميتها الحار. انا درت الفلفل الاحمر وغندير شويه ديال الكركم. صافي خواتاتي وغنخلط مزيان هاد العطريه باش كتنسجم مع هذيك المطيشه والبصيله، وغنسد على الطويجين ديالي ونخليه دائما على عافيه مهيله حتى كيشرب مزيان. عاد باش غادي نضيف ليه السوسيس. هذه هي الطريقه المعتمده عندي، كيجي الطاجين ديالو زوين بزاف وكيجي مشرب، وهانتوما غتشوفوا النتيجه ان شاء الله في الاخير. ضفت هنايا شويه ديال القزبور والمعدنوس وخليت شويه حتى الاخير باش كيخلي ديك المذاق ديالو. صافي خواتاتي طاجين بسيط سهل التحضير، ما كياخذش بزاف ديال الوقت. ممكن ديروه في الغداء ولا ديروه في العشاء، لكم الاختيار. صافي صحاباتي والمتتبعين العزاز الاوفياء، خليته هنا دابا على عافيه مهيله وغادي نجي نقرص الخبيزات ديالي. انا راه كنعجن هو الاول عاد كنبدا نشوف شنو غندير في الغداء. كيف ما شفتوا خواتاتي هنايا العجين ديالي ضعف الحجم ديالو، غنفرغ منه الهواء وغنشوف شحال غيخرج ليا ان شاء الله من خبيزه. صافي وغادي نستمر هكا حتى نكمل هاد الكميه. وصدقوني خواتاتي ما كاينش محسن من الخبز ديال الدار، كتكون فيه البركه وكيشبع. اما هذاك الخبز ديال على برا الله يعطينا بركته، ما نكذبش عليكم فاش كيتقادى ليا الطحين ومع الطحونه بعيده عليا والله العظيم الا كنبقى غير كنخمم فيه. ما كاينش محسن من القمح هكايا، يكون القمح كامل بالنخاله ديالو راه زوين بزاف، خصوصا الناس اللي كيعانيو من المصران. ما كاينش محسن لكم من خبز القمح الكامل بالنخاله. صافي خواتاتي هنا خرج لي 10 ديال الخبيزات، غادي نقادهم هكايا كيف ما كنقولوا حنا غادي نلولبوهم. صافي ونخليه يرتاح واحد شويه بما وجدت لاطات ديال الفران اولا الصينيات ديال الفران، وغادي ان شاء الله نقرصو وندخلو يطيب ان شاء الله. ممكن انكم من هذا الخبيز هكايا كتخرجوا مخيمرات وتخرجوا خبيزات هكايا الا بغيتوا مخيمرات هكا الكاسكروط حتى هما كيجيو زوينين بالقمح الكامل، كيجيو رائعين وما تشبعوش منهم. بالنسبه لهاد الخبيزات اخواتاتي انا راه عجنت غير بالقمح الكامل، ما ضفت معاه حتى شي حاجه، حيت ليه غير النخاله الغليظه اللي هي غادي نقرص بها. صافي وعجنته ما كنديرش فيه لا سكر لا والو، كنبغي الخبز ديالي يكون صحي 100%. وان شاء الله هاد الايام غنشارك معكم الخميره البلديه لانني غنرجع نعاود نديرها، ما كاينش محسن منها.
والخبز ديالها كيجي صحي. غادي نغطيهم خواتاتي بواحد السربيته 5 دقائق، ومن بعد غادي نقرصهم وغادي ندخل ليهم شويه بين ما خمروا ندخلهم الفران يطيبوا ان شاء الله. هنا اخواتي بالنسبه للكميه ديال السوسيس كيف ما كنقول لكم دائما كتبقى الكميه على حسب عدد الافراد ديال الاسره ديالكم. انا هاد الباكيط عندي فيها كيلو، بطبيعه الحال ما غاديش نديرو كامل، غندير القياس اللي غيكفاني انا ووليداتي في الغداء، وما تبقى غنخليه حتى نديرو ان شاء الله في مره اخرى. غنديرو ليهم مع لي بات، كيعجبهم مع لي بات كيجي زوين بزاف. صافي خواتاتي هنا غادي نقطعو هكايا بالمقص باش يجيني ساهل ويجيني مفرق هكايا في الطاجين، واللي بقى غادي نحتفظ به كيف ما قلت لكم. انا كيعجبني بزاف السوسيس هكايا في الطاجين، وكيعجبني حتى مع لي بات انا والوليدات ديالي. بالنسبه هنا اخواتي لاصوص هانتوما كيف ما كتشوفوا راها شربات مزيان. صافي غادي نستف هذوك القطع اللي عندي ديال السوسيس. فما نقولش لكم الريحه ديال الثومه والبصله ومطيشه، والله العظيم الا ما شهيتكم اخواتاتي بسمحوا لي الا شهيت شي وحده. كيجي زوين بزاف بزاف، وكيف ما قلت لكم راه دغيا تيوجد وحتى بالنسبه للمبتدئات ولا بالنسبه لهكا الوليدات اللي كيكونوا تيقراو بعاد على الاهل ديالهم وهكايا، فمن الاحسن انكم توجدوا هكا شي حاجه اللي بسيطه وما تاخذش لكم الوقت وما تلهيكمش هكا على قرايتكم، وتكون صحيه كتوجدوها في الدار. ماشي بحال الا كليتوه على برا. كيكون هكا زوين وتشوفوا داكشي اللي تتبغيو طيبوه كتشوفوه على عينيكم. ضفت هنا شويه ديال القزبور ومعدنوس اللي خليتهم هكا حتى الاخر باش كيطلق ديك اللذه ديالو. صافي اخواتي وغادي نسد على الطاجين ونخليه حتى يشرب مزيان. وهانتوما معايا غادي نرافق هاد الطويجين واحد السلطه كتعجبني بزاف ديال البطاطا مع البصيله وقزبور ومعدنوس وزيت الزيتون، كتجي اكثر من رائعه. خديت غير هاد 3 الحبات، الله يجعل البركه كافيني انا وهيب وايوب. صافي خواتاتي من بعد ما تسلقات ضفت ليها الكمون، زيت الزيتون، شويه ديال الابزار وشويه ديال القزبور ومعدنوس وبصيله شلطتها رقيقه. هاد السلطه كتعجبني بزاف وكتعجب وليداتي كيحمقوا عليها، وكيف ما كتعرفوا كتكال بارده ولا كتكال سخونه، من السلطات القديمه ديالنا اللي كانوا تيديروا لنا الامهات ديالنا، زوينه بزاف. وهنا خواتاتي من بعد ما طاب ليا الخبز ديالي ها هو كنجبد فيهم من الفران، كيجي زوين وكيجي محمر، وما كاينش ما احسن من خبز القمح الكامل. كيف كنقول لكم دائما اخواتاتي احسن حاجه هو الخبز ديال الدار، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. صافي هنا خواتاتي الطاجين ديالي حتى هو وجد. بالنسبه لهاد الكميه ديال الخبز راه غتكفاني اليوم، يبقى لي ان شاء الله حتى الغدا الصباح للفطور، لانهم الحجم ديالهم كيف ما شفتوا راهم ماشي كبير، راهم غير صغار. وخواتاتي هنايا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين اللي حضرت معكم اليوم بالسوسيس. كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ وكيجي مدغمر. هانتوما الشكل ديالو. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. فما تردوش في الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال يوميات هبه وايوب. والسلطه خواتاتي هانتوما يا راه كتجي زوينه بزاف. وهادو هما الخبيزات بالقمح الكامل. فكيف ما شفتوا خواتاتي انا راه درت الحجم ديالهم غير صغير كيف ما قلت لكم، كيجي محمر. ودائما تنقرصهم بالنخاله الغليظه يعني ما كنضيعهاش. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم او روتين ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم بطبيعه الحال فضلا منكم وليس امرا بارطاجيو مع احبابكم ومع صحابكم، وما تنسونيش من لايك. الله يجازيكم بخير والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالكم، وخليوا لي شي تعليق يكون زوين بحالكم. وكنقول لكم دائما شكرا لكم، راها قليله في حقكم كلمه شكر. كنتمنى نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد وانتم في اتم صحه وفي احسن الاحوال ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو جديد، اقتراح جديد او روتين جديد.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.